لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقول لك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيقنا النهارده تطبيق بريدفاست، تطبيق بقالة وسوبر ماركت اونلاين لتوصيل احتياجات البيت في دقايق. بريدفاست بيقوم بتوصيل كل احتياجاتك من منتجات الألبان وبيض وعيش طازة ومخبوزات وفواكه وخضروات، كل ده بيوصلهولك في أقل من نصف ساعة طوال أيام الأسبوع. مفيش يوم فيه أجازة. بريدفاست تطبيق محمله مليون مستخدم، حجمه صغير، تقدر عن طريق موبايلك تسجل فيه تضيف اسمك وبعد كده رقم تليفونك، بيجيلك OTP بتسجله، بعد كده بيقولك اكتب العنوان او سجل عنوانك على الخريطة وخلص الموضوع على كده. بعد كده تبتدي تنقي طلباتك وتشوف احتياجاتك من بريدفاست. تطبيق بريدفاست زيه زي بقية التطبيقات بيبقى فيه مشاكل، ممكن يبقى فيه مشاكل في البرمجيات، مش قادر تفتح التطبيق. المشكلة دي يا جماعة بتواجه ناس في تطبيقات كتير مش في بريدفاست بس. تقدر عن طريق ان انت تنزل VPN ان انت تفتح التطبيق تاني لو مكانش بيفتح معاك، وبعد كده لو حبيت تقفل VPN او تلغيه خالص مع التليفون التطبيق هيفضل شغال معاك، بس هو في اول مرة التطبيق يعلق معاك ممكن تشغل VPN. مشكلة تانية ان التطبيق مثلا بيحصل مشاكل فردية بقى الناس، ان انت ممكن مثلا تطلب الطلب بتاعك بالفيزا فبعد كده الطلب يتأخر عليك، تكلمهم يقولك ده الطلب اتسلم يا فندم. طبعا اتسلم، ممكن يتسلم لحد من الجيران انت ما تعرفوش، ممكن يكون المندوب ما سلموش او سلموا للبواب او سلموا لاي حد لان انت دافع بالفيزا. فنصيحة مني عشان تتغلب على الحاجات ديت ممكن تدفع اونلاين او عند الاستلام عشان ما تتعرضش لموقف زي كده. لكن بخلاف كده فتقييمات التطبيق كويسة جدا، تقييماته وترتيبه في رقم التطبيقات المجانية لفئة الطعام رقم 2 بعد تطبيق طلبات وقبل تطبيق انستا شوب. فتطبيق بريدفاست بيوصل في دقايق فعلا 15 دقيقة وتلاقي طلبك عندك، بس اهم حاجة يكون بريدفاست بيخدم المنطقة اللي انت فيها، لان في ناس كتيرة جدا بتبقى في اماكن عايزة تحمل التطبيق، عايزة تستمتع بخدماته، بس للأسف العنوان بتاعها تطبيق بريدفاست مش بيغطي العناوين ديت. فعشان كده اتأكد قبل ما تحمل التطبيق ان بريدفاست بيستخدم في المنطقة بتاعتك عشان تقدر تستخدمه. طبعا مصاريف الشحن الى حد ما مش قد كده، مش اغلى حاجة ومش ارخص حاجة. 30 جنيه 35 25 مش بتزيد ومش بتقل قوي، مش اقصى حاجة بالنسبة لك 50 جنيه عشان تبقى انت عامل حسابك طبعا التطلبات في بريدفاست ممكن تبقى متسجلة على التطبيق بسعر، ودي مشكلة لازم تاخد بالك منها، ان انت بعد ما تطلب الطلب وقبل ما تحاسب او تحط الفيزا بتاعتك لازم تتأكد ان الطلب بنفس السعر، لان احيانا بيبقى الطلبات ما بيبقاش فيه تحديث في السلة بتاعت مش في تحديث في الماركت نفسه عشان يقولك الاسعار ايه، لكن لما بتخش على السلة السعر بيختلف، السعر على السلة مختلف عن السعر عن الماركت او في التطبيق نفسه. فنصيحة اتأكد من الاسعار قبل ما تطلب الطلب وتدفع ثمنه. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلالي شير ولايك وسبسكرايب. لو عندك اي معلومة احنا ما نعرفهاش كمجتمع ممكن حضرتك تبلغها لنا في الكومنتات وانا هثبت لك التعليق بتاعك في الكومنتات. شير ولايك وسبسكرايب للقناة.